استغربت جدا لما لقيت صورة منشورة في واحدة من المجلات القديمة سنة 1956. الصورة مكتوب عليها عبد الحليم وخالته وعروسه، وفضلت بقى أدور عشان أعرف إيه حكاية الصورة دي ومين هي عروسة عبد الحليم. عايزين تعرفوا التفاصيل؟ تابعوا الحلقة. بعد ما شفت الصورة فضلت أدور مين طاطا أو فاطمة، وهل هي فعلا عروسة عبد الحليم، وهل هي فعلا كانت خطيبته، وهل الموضوع حقيقي ولا لأ. الحقيقة بقى إن فاطمة دي أو طاطا تبقى قريبة مرات خاله، وكانوا بقى عايشين مع بعض في قرية الحلوات بمحافظة الشرقية. قصة الصورة دي بقى جت ازاي وحصلت ازاي؟ بعد ما اتعرض فيلم لحن الوفاء وايامنا الحلوة، عبد الحليم حافظ ابتدى يكبر، ابتدى يتشهر، ابتدى الناس كلها تعرفه، ابتدت الناس كلها عايزة تعرف مين ده، مين الشاب الاسمر ده. حصل بقى هجوم من الصحافة على عبد الحليم حافظ وعلى قرية الحلوات عشان يعرفوا فين المكان اللي هو قاعد فيه ويتصوروا معاه. الصحفيين دول بقى اول ما وصلوا الشرقية صوروا عبد الحليم واهله صور كتير جدا. كان من ضمن الصور اللي صوروها له الصورة اللي قلت لكم عليها، اللي هي عبد الحليم وخالته وعروسه. طبعا الصورة أول ما نزلت كسرت الدنيا، طبعا كل الصحفيين عايزين يعرفوا إيه الحكاية، جريوا على الحاج عبد السلام أبو فاطمة عشان يعرفوا إيه التفاصيل، بس الحاج عبد السلام لسبب غريب رفض إن هو يجاوب على أي أسئلة. أما فاطمة بقى كان ليها تصريحات خاصة جدا لمجلة الكواكب. فاطمة حكت القصة بالتفصيل. فاطمة قالت إن هي كانت أصغر من عبد الحليم حافظ ب9 سنين، كمان قالت إن هو اللي سماها طاطا، كمان قالت إن عبد الحليم كان متعلق بيها جدا وطلب إن هو يخطبها وهي طفلة صغيرة. طاطا كمان بتقول إن هي عاشت مع عبد الحليم حافظ أكتر بكتير جدا ما عاشت مع إخواتها. كمان بقى بتقول إن هي اضطرت إن هي تسيب البيت عشان تدخل مدرسة الليسيه الحرية بشبرا. عبد الحليم لما عرف زعل جدا وقال لها إنه زعلان قوي وعايزة كمان ترجع البيت تاني. طاطا كمان حكت إن عبد الحليم كان بيغني معاها دويتو وتعالي أقولك، اللي كان بيغنيها مع شادية. طاطا بتقول عبد الحليم ابتدى يتشهر جدا 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 وابتدى يبقى نجم كبير قوي. وكملت كلامها وبتقول إن عبد الحليم شغلته حياة الشهرة والنجومية. كمان للأسف كل اللي حواليه منعوا عنه أي اتصال كان بيجيله، ودايما كانوا بيتحججوا بإن هو نايم أو تعبان أو مش موجود. بعد القصة دي فاطمة تقدم لها عرسان كتير جدا 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 لحد ما اتجوزت الحاج محمود. وعبد الحليم بقى اتصل بيها في تليفون وهناها وقال لها انا كده اطمنت عليك. مش بس كده، ده كمان بعت لها بوكيه ورد وحضر الزفاف محمد شبانة وعليا شبانة. رد فعل فاطمة بقى لما عرفت بمرض عبد الحليم وعرفت ان هو تعبان. طاطا قالت ان هي كانت عارفة ان حالته خطيرة، وقالت كمان ان هي راحت المستشفى عشان تشوفه، بس فضلت بره وما قدرتش ان هي تخش جوه لان هي لو كانت شافته كانت هتتألم جدا جدا. فاطمة لما جالها خبر وفاة عبد الحليم انهارت وفضلت تعيط وسافرت القاهرة عشان تستقبله. أول ما شافت النعش جالها صدمة عصبية ودخلت المستشفى. في النهاية أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ويا ريت تقولوا لي الحلقة الجاية عايزين نتكلم عن مين. أتمنى دعمكم بلايك لأن اللايك ده يا جماعة مهم جدا جدا عشان القناة تستمر. أتمنى إن اللي عجبه الفيديو ومش مشترك في القناة يشترك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.